السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. قالوا لنا القضية ممكن، قالوا لنا كهربا حطوا صح، قالوا لنا معلول حط الزغلول، قالوا لنا حاجات كتير والله العظيم، وحاجات وتحفيل ياما خالص ما فرقش معانا. يعني لا القضية ممكن فرقت معانا ولا ان هم يعدوا لنا الجمع كل يوم جمعة، يعدوا لنا الجمعة من 2020 لحد دلوقتي فرقت معانا، ولا قصة معلول حط الزغلول، ولا قصة كهربا حطه صح، ولا يا ليلة رد على المستبد بتاعت مدحت شلبي، ولا أي حاجة خالص. كل اللي فرق معانا إن هما الفترة الجاية هيحفلوا علينا بلاعب مننا فينا. يعني أنت متخيل لما تبقى زملكاوي ولاعب منك فيك اللي بيتحفل عليك بيه، هيقولوا لنا بعد كده رؤى حطه صح، ما عادش هيقولوا ولا كهربا حطه صح، ولا القضية ممكن، ولا معلول حط الزغلول، ولا اي حاجه من دي خالص. ده هم هيقولوا كهربا حطه صح ولا رؤى حطه صح. يعني هيقولوا رؤى حطه صح احسن، او مننا فينا. يعني رؤى من يوم ما جه نادي الزمالك بقاله 3 سنين او 4 سنين بيلعب ما حطش ولا جول، اول جول حطه فينا. يعني انا مش متخيل الموقف. اول جول ليك في حياتك كلاعب تحطه في النادي اللي انت بتلعب فيه. تعالى يا جدعان مع بعض كده وبالهداوه نحلل اداء محمد اشرف رؤى في الملعب. هل محمد اشرف رؤى في الملعب سريع؟ يعني بيمتاز بالسرعه مثلا عشان كده بنلعبه؟ لا. طب هل هو بيمتاز بالمهاره؟ هل هو مهاري بياخد الكوره ويلم 1 و2 و3 ويخلص لك الكوره وبيعمل شكل حلو في الفريق؟ برضه لا. هل هو زي طارق حامد يعني بيقطع الكوره حلو وبيغطي ورا المهاجمين وورا الهرات وكده؟ لا. هل هو بيلعب بدماغه حلو وبيطلع في الركنيات وفي الكرات الثابته يقدم لك جوان وبيعمل حتى زي محمد عبد المنعم بتاع الاهلي ما بيعمل؟ برضه لا. طب هل هو بيستلم ويسلم حلو؟ لا. هو كل اللي بيعمله محمد اشرف رؤى في الملعب لو واقف في اليمين بياخد الكوره ويغيرها في الشمال، ولو واقف في الشمال بياخد الكوره ويغيرها في اليمين. فطبعا هو محمد اشرف رؤى اللي علمه الكوره اساسا، يعني علمه ان هو ياخد الكوره ويغير الملعب. يعني يا جدعان والله محمد رؤى ده لو يجي يشتغل مكاني وانا رايح اشتغل مكانه لاعب كوره، اخد الكوره هعمل نفس اللي هو بيعمله. يعني انا عايز اعمل نفس اللي هو بيعمله وابقى معايا الملايين دي كلها. عايز اخد الكوره من اليمين احطها في الشمال، واخد الكوره من الشمال احطها في اليمين. هو ده اللي محمد اشرف رؤى بيعمله. انا مش شايفه بيضيف حاجه جديده لنادي الزمالك. يعني هو لو بيضيف مثلا، لو عنده اضافه كنا قلنا ماشي، بس طبعا هو ما عندوش اي اضافه خالص لنادي الزمالك. فالنقطه هنا ان هل جماهير النادي الاهلي هتحفل علينا وتقول رؤى حطوا صح وهينسوا الجمع اللي بيعدوها، وهينسوا كهربا حطوا صح، وهينسوا معلول حط الزغلول، ولا هيفضلوا لسه في نفس الموال، ولا هيبقى التحفيل زاد معاهم واحده؟ يعني لو التحفيل زاد معاهم واحده تبقى بلوه سودا، تبقى نصيبه سودا ما يعلم بها الا ربنا. الموضوع هيبقى صعب يا جدعان والله علينا احنا. يعني علينا احنا كزملكاويه. الموضوع ما يغركش ان انا حاطط علم الاهلي والزمالك، بس انا عايز اثبت لك ان احنا واحد. بس علينا احنا كزملكاويه الموضوع صعب خالص يا جدعان. احنا هنمر بفتره صعبه والله العظيم. يعني احنا هنمر بفتره صعبه كزملكاويه. فطبعا عايزين نشوف النادي، يعني جماهير النادي الاهلي هتستقر على ايه ويقولوا لنا، عشان خاطر لما حد يحفل علينا نعرف بالظبط هو هيحفل ويقول ايه. شكرا.